المدرب وليد الركراكي في موقف لا يحسد عليه، والإصابات نازلة ترتيش في ركائز منتخب المغرب قبل 5 شهور بس من انطلاق كأس العالم 2026. الأسود اللي وقعوا في مجموعة نار مع البرازيل واسكتلندا وهايتي بدأوا يقلقوا من المستشفى اللي اتفتحت فجأة في الفريق. البداية كانت مع عز الدين أناحي، مايسترو نص الملعب ونجم جيرونا الإسباني، اللي ناديه أعلن إنه مصاب في سمانة رجله الشمال. أناحي اللي كان مكسر الدنيا في الليجا اتصاب في آخر ماتش في مجموعات أفريقيا، ورغم إن مدربه متفائل برجوعه سريعًا، بس لسه مفيش ميعاد محدد لنزوله الملعب، والركراكي محتاج يكون جاهز 100%. المصيبة التانية جت من إشبيلية، وبالتحديد من نادي ريال باتيس اللي أعلن غياب الوتد سفيان مرابط لمدة شهر ونص بعد ما عمل عملية جراحية في كاحل رجله اليمين في هولندا. مرابط كان بيلعب وهو متحمل على نفسه الفترة اللي فاتت، بس خلاص المية كدبت الغطاس، وكان لازم جراحة، وده معناه إنه هيغيب عن فترة إعداد مهمة جدا للمونديال. ومكملين مع إصابات الكاحل الموهبة الشابة إلياس بن صغير نجم باير ليفركوزن، هو كمان هيغيب كمان أسبوع لأنه اتصاب هو مع المنتخب، ومنعته الإصابة دي إنه يشارك في نهائي أفريقيا قدام السنغال. الولد لسه قدامه رحلة عيد طويلة في ألمانيا، يعني لسه في أمل. أما الضربة القاضية والخبر اللي يقطع القلب فكان من نصيب حمزة إيجامان مهاجم ليل الفرنسي. حمزة للأسف اتصاب بقطع في الرباط الصليبي في نهائي أفريقيا بعد خبطة مع الحارس إدوارد مندي، وده معناه إنه بنسبة كبيرة جدا باي باي مونديال 2026، لأن إصابة الصليبي محتاجة شهور وأسابيع طويلة وعمليات وتأهيل. والركراكي كده كده خسر راس حربة كمان كان بيعول عليه كتير قدام الماتشات المهمة. بس يا سيدي ما ننساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، وسلام.